اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وعلى ظالم آل محمد لعنة الله صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي ومعتمدي ورجاي وذخري وذخيرتي في دنياي وأخراي يا أبا الزهراء يا رسول الله صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي إمام المتقين وقائد الغر المحجلين، يا أول المظلومين، يا مخلوق الهامة والجفين، يا سيد الوصيين، يا أبا الحسن والحسين، يا أمير المؤمنين، يا علي بن أبي طالب، صلى الله عليك يا سيدتي ويا مولاتي، يا مظلومة العين ومكسورة الضلع ومسقطة الجنين، يا مجهولة القدر والقدر، يا أم رسول الله وروحه التي بين جنبيه، يا أم الحسن والحسين، يا فاطمة الزهراء، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي أيها المسموم المظلوم، يا صاحب القبر المهدوم، يا أبا محمد أيها الحسن المجتبى، يا ابن رسول الله، صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا ابن رسول الله، صلى الله عليك يا أبا عبد 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 الله، وعلى الأئمة المعصومين من ذريتك وبنيك سيما مولانا بقية الله، يا عبرة كل مؤمن ومؤمنة غريب، يا مظلوم، يا عطشان، يا شهيد كربلاء، السلام على من غسله دم وساف الرمال أكفان والقلب خطين عشق، يا محزوز الرأس من القفا ومسلوب العمامة والردى، يا قتيل أولاد البغايا، يا منتهب الرحال ومسبي العيال، يا أبا عبد الله غريب، يا مظلوم، يا عطشان، يا شهيد كربلاء، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، ما خاب مولاي من تمسك بكم وأمن، والله من لجأ والتجأ إليكم، فأنتم حصن الله الحصينة ودرعه المنيع، يا ليتني كنت معكم، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما، يا بنت أحمد وغوثاه، يا سندي دنيا وأخرى كفاني، أنت معتمدي، أناعي قتل الطفش ما زلت ناعيا، تهيج على طول الزمان البواكي، أعد ذكرهم في كربلاء إن ذكرهم طوى جزعان، طي السجل فؤاديا، ودع مقلتي تحفر بعد بيضادها،
في عد رزايا تترك الدمع يا ربي. ستنسى الكرى عيني كأن جفونها حلف، ستنسى الكرى عيني كأن جفونها حلف لئلا تلاقيا ستعطي الدموع المستهلات حقها محاجر تبكي بالغوادي غواليا وأعضاء مجد ما توزعت الضباب بتوزيعها إلا الندى والمعاليا لئن فرقتها آل حرب فلم تكن لتجمع حتى الحشر إلا المخازيا ومما يزيل القلب عن مستقره ويترك زمد الغيظ يا صاحب الزمان، ويترك زمد الغيظ في الصدر واريا وقوف بنات الوحي عند طريقه وقوف بنات الوحي عند طريقها بحال به يشكين حتى لقد ألزمت كالكلبة لفؤادها خطوب يطيح القلب منه النوايا وغودر منها ذلك الضلع لوعده وغودر منها ذلك الضلع عين المنادي وفاطمة والسيدة وغودر منها ذلك الضلع لوعة إلى الحشر من هذه الرزية أبا حسن حرب تقاضت كدينا يا أمير المؤمنين، أي دين تقاضت تدخل زينب إلى مجلس مليء بالرجال الله الله يا زينب الله يا علي يا أمير المؤمنين يا أبا الحسن أبا حسن الحرب تقاضت كدينا إلى أن أساءت في بنيك التقايا التقايا ضياء شفت العدوان يا حامل حميد والله تشفت العدوان يا حامل حمية وبانت ضغايلك بطف القاضي لو شفت عسكرهم يا سند الوصيين آلاف يا حيدر وهجموا على حسين والله وحيد ما نعداهم صار مطاعين ذبحوا طار وسيروا زينب سبيل يا والله ذبحوا طار وسيروا زينب والله زينب سبيل لا لله
وإنا إليه راجعون. فسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. يقول الله عز وجل في محكم كتابه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان القوي اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. صدق الله العلي العظيم وصدق المبلغ عنه الرسول الكريم أبو الزهراء محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن عدوهم. أعيدنا ثانية هدية من تعزية للرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. هذا اليوم يومه يوم السبت وهو باسمه يعلى على أصواتكم على البراءة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن عدوهم. ثالثة هدية لمولانا صاحب الزمان ولعمته زينب وجدته خديجة صلوات الله عليها وبعلها وبنيها ولآل محمد العامة رجالا ونساء وشيعتهم بأعلى على أصواتكم على البراءة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن عدوهم. مر في اليوم الماضي أن الله عز وجل أمرنا قال: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، وأعطانا طريقة كيف نحن نبتغي الدار الآخرة. الله عز وجل جعل الدنيا بالأسباب والمسببات، جعل أمورا اختيارها إلينا وجعل أمور أخرى اختيارها إليه وتفضل بها. الخيرة لله، الله يفعل ما يشاء ويختار. في بعض الأشياء الآن جنسك ذكر أم أنثى ليس إليك أمر أن تختار، الأمر إلى الله عز وجل هو الذي يختار. لونك أسمر أبيض، هذه الأشياء، جوعك شبعك الله عز وجل، مرضك سقمك الله عز وجل هو الذي يختار هذا الشيء. يعني صح في الجوع تختار أنك تمتنع من الأكل، بس بالنهاية ما تستطيع تمتنع دائما. ليش؟ لأن بتموت أنت. الله عز وجل جعل هذا الأمر يؤدي إلى وفاة. ففي أشياء من الاختيار، لكن هناك أمور وهي الأعمال، عملي وعملك، ما يقربنا من الله عز وجل وما يبعدنا والعياذ بالله عن الله عز وجل. هذه الأمور باختيارنا نحن الذين نختارها، نحن الذين نكثر منها أو نقل. لذلك قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الله عز وجل يقول: تنافسوا، ولمثل هذا فليعمل عاملون. جعل الله عز وجل مضمار سباق. لذلك هنا يقول: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. شوف، عندنا طريق فلاح ونجاح وعندنا طريق خسران وندامة. طريق الفلاح والنجاح محصورة، الله عز وجل حصرها في محمد وعلى محمد صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يقول: يعني احنا كان الوقت ضاق، وانا يعني الوم نفسي والوم اخواني جميعا وابائي في هذا الوقت في المجلس. احنا نتاخر واحنا نجمعنا عند امير المؤمنين صلوات الله وسلامه ساعه زمن، يعني تفرغ من الساعه 5 سيما. الليله الاتيه هي ليله الضرب، ليله فاجعه للامام صاحب العصر والزمان. يعني معنا 6 أيام الآن نستأنف المجلس. 6 أيام. ليه؟ احنا كل واحد وتعاونوا على البر
بالتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وهذه ساعة ثق واعتقد. احنا كلنا أبناء مجالس إن شاء الله، وكلنا عشاق شعائر، وكلنا على باب محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الساعة سندم على كل لحظة فرطنا فيها. سيأتي وقت على الإنسان يقول فإذا جاءنا وإذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ساعة هذه الساعة يحدثك فيها الحسين من الساعة 5 إن شاء الله بحول الله وقوته. هذه الساعة مخصصة لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. المفروض أن حياتنا كلها إن شاء الله لأهل البيت، منهم وإليهم إن شاء الله في الدنيا والآخرة، بحرمة الصلاة على محمد وآله والبراء من أعدائه. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعافهم. الآن نأخذ لنا نفحة قرآنية إن شاء الله من بركة محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليه. والوزن يومئذ الحق. الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يقول علي مع الحق والحق مع علي. والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه أولئك هم المفلحون. الرواية تقول أول ميزان، هذا من عند أهل السنة، أول ميزان ترجح كفة حسناته يوم القيامة ميزان علي بن أبي طالب. وش قال؟ وفضيلة شهد العدو بفضلها والفضل ما شهدت به الأعداء. قال لأن كفة سيئاته خالية ولا سيئة فيها. يقول أصلا بس حسنات علينا كلها. لذلك يقول أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. هذا الشخص الذي لا يوجد في ميزانه سيئة واحدة بل هي حسنات. هذا الشخص مو بس انه ميزانه خالي من السيئات، لا، يصبح كبنك داعم للأطراف المرتبطة به، يبدل سيئاتهم إلى حسنات، يعطي الناس. يقول علي بن أبي طالب هو الميزان، والوزن يومئذ الحق. يقول علي بن أبي طالب صلى الله عليه وسلم هو الميزان الذي ينصب للعالم يوم القيامة. الله يا علي. يجي أبو الحسن صلوات الله عليه وآله ينصب يوم القيامة بعدين بالميزان، حبك لعلي بن أبي طالب وبغضك لأعدائه كفتك، هناك يبين كل واحد يا علي. والوزن يومئذ الحق. ينتهي كلام اللسان، الهرطقة بألسنتنا أن نحن نحب أهل البيت، نوالي أهل البيت، إن شاء الله نافع هذا، ولكن يبقى. وأما الزبد فيذهب جفاء، أما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. ثقيل مثل الصخرة يهبط، ثقيل الميزان، لكن الزبد يروح. يقول عفشة، احنا نقول رغوة عنه، الرغوة شوية راحت. ليش؟ لأن لا أصل له. وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. ينصب الميزان للعالمين وهو مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. قال وفاطمة والحسن والحسين علاقة، يعني عرى الميزان. العلالي يقول حق الميزان، يقول علاقته، هكذا الصدق، يقول علاقته فاطمة والحسن والحسين، ثم هناك كل واحد يأتي محبة لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. الله. وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله، بس هذا أنا مشتكم مثل ما تقول، يعني أنا ونفسي وأمثالي، أن نحن نطمع ونتكل على هذه الأشياء. الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه ثم نرجع إلى رواية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن المرء ليحشر مع من أحب، ولو أحب المرء حجرا لحشره الله. حجر بذات الله يحشره.
بس الحب لابد من ترجمته. الحب لابد أن تشاطر محبوبك في حزنه وفي فرحه، لابد أن تحرص على رضا محبوبك. يقول مولانا أبو عبد الله الصادق: عش هذين البيتين: تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمرك في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب طيع. يعني إحنا الواحد يحب له، كل واحدة مؤمنة يسعى لرضاها ويهيئ نفسه حتى أن يفوز بها. يا امرأة إذا تحب علي بن أبي طالب صلى الله عليه وسلم، إذا تحب فاطمة بنت محمد، إذا تحب الحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليهم، إذا تحب الأئمة المعصومين، إذا تحب زينب الكبرى، إذا تحب أبا الفضل العباس، إذا تحب الإمام صاحب العصر والزمان صلوات الله عليه وعلى آبائه، لابد نشاركه، لابد نهيئ، لابد نبين نثبت ولاءنا وبراءنا، لابد يكون لنا بصمة، لابد يشهد لك وهنيئا. أنا ما أقول لك، أنا أقول لك هنيئا. احنا في هذا البلد تعداد 35 مليون، من هم الثمن الذي يجتمعون منكم أهل البيت؟ أنتم وأمثالكم قلة قليلة، وقليل من عبادي الشكور. فنريد أن نشكر الله عز وجل، ونريد أن نهيئ أنفسنا. الليلة هذا عند الأولين هي الضربة، لكن نحن ما علينا، ما مشكلة، غدوها الضربة. ليلة غد هي ليلة الفرح. نواسي صاحب الزمان الذي يبكي ليلا ونهارا صباحا ومساء، اللي قلبه دائما مصدوع مفجوع، حتى نثبت لنا قدم صدق عنده صلوات الله وسلامه عليه. ترى الفاجعة ليست سهلة. نعم، رسول الله جاء إلى رجل قال له، لعله أبو ذر الغفاري رضوان الله عليه، قال: يا رسول الله، الرجل منا يحب القرب ولا يستطيع أن يعمل عملا. يقول: أنا أحب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، نترجمها، أنا أحب علي بن أبي طالب، بس وين لي أصلي 1000 ركعة في يومي وليلتي نافلة. أحب علي بن أبي طالب، بس وين لي لا أظلم أحد، وما أكذب، وما أفعل شيء يؤذي، وما أرتكب معصية. أحب علي بن أبي طالب، بس أنام عن صلاة الصبح، ما أستطيع أن أصليها أداء. إن عمر فقلتنا. قال: من أحب قوما حشر معهم. الله يا رسول الله. ليش؟ أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وإن شاء الله في الليالي القادمة نتزود من مائدته صلوات الله وسلامه ونأخذ نفحا أنه هو سيجيب علينا أبو الحسن صلوات الله عليه وسلم. أمير المؤمنين يقول: أعينوني بورع واجتهاد وعفة. يقول: أنتم لن تستطيعوا، ما لكم سبيل إلى أن تكونوا مثلنا، ولكن يكفي للمحب أن يجتهد في رضا محبوبه. يبذل، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يعني مثلي ومثلك، مثل الغريق ما عليه إلا أن يمد يده إلى آل محمد صلى الله عليه وسلم، يمد يده عن صدق. يعني نحاول أن نسعى بجهدنا لكل ما يقربنا من أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. ليش؟ يقول: والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. احنا في شهر رمضان والأعمال فيه، يقول: أعمالكم فيه مقبولة، أو عملكم فيه مقبول، ودعاؤكم فيه مستجاب. إلى أن قال رسول الله الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم علشان تثقل موازينه: ومن أكثر فيه من الصلاة على النبي أو من الصلاة عليه ثقلت موازينه يوم تخف الموازين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن عدوهم. وأكثروا فيه من الصلاة على نبيه، ومن أكثر فيه من الصلاة على النبي يقول: ثقلت موازينه يوم تخف الموازين. يقول: إذا وضع الميزان يوم القيامة وخفت الموازين، أنا يقول: أحادي غلبت
على تعاسة أصلا، تعاسي. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، يقول 10. من جاء بالحسنة فله 10، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا واحدة بس. يعني أنا أرتكب 10 معاصي وأرتكب حسنة واحدة، هذه الحسنة ترجح بالعشر المعاصي. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول: الويل لمن غلبت آحاده 10. أعوذ بالله. يعني واحدة، يعني كم يركب الإنسان، كم يفعل من المعاصي، كم يأتي من الأمور التي لا ترضي الله عز وجل، بحيث أنه الله عز وجل يقول لك: إذا ترتكب 100 حسنة، إذا تفعل 100 حسنة أنا أكتب لك 1000، وإذا تفعل 100 سيئة أكتب لك 100 سيئة. يعني إحنا نرتكب أو نقول نفعل حسنة واحدة ونركب 10 معاصي وأكثر. لذلك يوم القيامة ترجح كفة السيئات على كفة الحسنات. هنا تأتي رحمة الله الواسعة: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال: فإذا رجحت كفة سيئاته على كفة حسناته جيء بصلاته علي وآلي في الدنيا فوضعت في كفة حسناته فترجح على سيئاته. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن عدوهم. وإحنا إن شاء الله في هذه الدنيا احنا متكلون على محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. يقول: مولاي ومولاك صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه في دعاء له: اللهم اغفر لعصاة شيعتنا. يا الله. هذا الساعة الإمام صاحب العصر والزمان يمزج أفكاره بدموع عينيه. ليش؟ يقول: لأن تبنى صباحا ومساء ولا أبكي الملائكة مثلا. يا الله. اللهم اغفر لعصاة شيعتنا فإنهم ما عصوك إلا اتكالا على حبنا وولايتنا. اللهم اغفر لهم ما كان بينك وبينهم وما كان بينهم يا رب فقاصه من خمسنا. يقول: واللي بينهم البين اصلحها يا رب، أنا أدفع، أنا أحكم. هذا يستاهل واحد يواسي الأمور كلها. في هذه الليلة الإمام يتهيأ لمصاب جده أمير المؤمنين صلوات الله عليه. ونحن نقول: إني سر لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم. إذا ترى عزيزا عليك باكي العين، يا سيدي يا صاحب الزمان آجرك الله، أحسن الله لك العزاء سيدي على أي مصاب تبكيها ولا ولأي مصيبة تنوح يا أبا صالح، فداك أبي وأمي، مصائبكم عظام قليلة تصدع الصخور وتهد الجبال. مولاي يا أبا صالح، نعم سيدي، كأني بك تنعى جدك أبا عبد الله الحسين وهو وحيد في كربلاء، لا ناصر له ولا معين. تنعى على عمتك زينب تلك الحرة الطاهرة التي لم يرى خيالها رجل قبل كربلاء. نعم، رجل يقول: جاورت عليا صلوات الله عليه 25 سنة ما سمعت لزينب صوتا ولا رأيت لها خيالا. مولاي يا صاحب الزمان، محمدك في كربلاء تنادي: ومحمد يا زيدان. اللهم يا زيدان. والمنادي ينادي: أحرقوا بيوتكم.
مروا أطفال مروا أطفال قتل رجالهم ما حد بقي لهم. بقي الإمام زين العابدين يا صاحب الزمان علي لا يقوى على النهوض، ويجتمع العسكر وينادي كلهم أحرقوا بيوت الظالمين. والله زينب احتارت يوم شفوا بالخيل، والله طلعت وياها الحريم كبار وصغار. نعم مولاي يا صاحب الزمان عمتك زينب في ليلة 11 من المحرم جالسة تجمع النساء والأطفال، الخيام محروقة، وإنما عمر بن سعد أعطى لهم خيمة. الله الله سيدي يا صاحب الزمان. جلست مولاتنا زينب خوف أبوها فاقدة أحبتها فاقدة لحماتها. بالأمس كان على باب خيمتها أبو الفضل العباس، حولها علي الأكبر. كل واحد إذا أحس بشيء قام يفر خالي، لكن اليوم لا يوجد أحد. أبو الفضل العباس حول على القمر يا عباس علي الأكبر ممدد في خيمة القتلى. نعم القاسم كلهم ولا يوجد ولا واحد، حتى رضيع الحسين مولاي يا صاحب الزمان. السيدة زينب حرمها خائفة حزينة اجتمع عليها الخوف والحزن، خائفة على بنات رسول الله، على الأطفال يقول الأطفال ما بين باك وباكي. هذا يسأل عم أين عمي، وهذا يقول عم أين أبيها. ويا ما أصعب الأسئلة على زينب. ساعد الله قلبك يا بنت رسول الله. يا الله والله ابويا علي الليل، والله يا ابويا علي الليل هود، وانا حرمه غريبه ومالي. والله وانا حرمه غريبه ومالي حاد، بمن يا ابويا الجرح يضماد. والله بالإحسان هل عندي مدد، وبن والد العباس نار يا والله، وبن والد العباس كأني بها يوم حسن يوم تعالى. والله يوم حسن يوم تعالى. شوف في كربلاء ايش سوت بحالي. والله لا تولي يوم ذكرت عز ودلالي. اي والله من هودات ليالي. انا عندش يا يمه مو بعيد، أنا عندش يا يمه مو بعيدة. مولاي يا صاحب الزمان نحن نعتقد بأخبار منك ومن آبائك أنه لا يموت المؤمن حتى يرى رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين. فكأني برسول الله وأمير المؤمنين وفاطمة حضروا عند الحسين، والشواك من على صدره أن المنادي وحسين. الله على صدره. أنا عندك يا يوم الزهرة حاضرة حتمنا، أنا عندك يا يوم مو بعيدة. أنا شفت حسين من حزوري.
شفت حسام من حزة وريده يا يما وشفت ذاك القطع فرصيده يا يما وشفت ذاك القطع فرصيده يا بنت أحمد وأبوثار يا سندي دنيا وأخرى كفاني أنت معتمد يا فاطمة الزهراء اللهم إنا نسألك وندعوك ونقسم عليك ونرجوك بأحب الخلق إليك وأقربهم منك بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين وعلي ومحمد وجعفر وموسى وعلي ومحمد وعلي والحسن والحجة الخلف الهادي المهدي حجتك على عبادك وملائك في بلادك صل عليهم يا رب صلاة ترضاها لهم يا رب إمام زماننا وصاحب أمرنا ودار دهرنا وعلة وجودنا يا رب من بين يديه ومن خلفه ومن فوقه ومن تحته عن يمينه وعن شماله بحفظك الذي لا يضيع من حفظته به عجل له ما أعدته من النصرة يا الله اجعلنا يا رب من خير أشياعه وأنصاره وأعوانه المستشهدين بين يديه أو الفائزين بدولته وسلطانه الثابتين على ولايته البراة من عدوه الذين لا يعصونه أمرا ويفعلون ما يؤمرون اللهم وشيعة أمير المؤمنين كانوا في أرجاء المعمورة يمنعون هذه المجالس من يبذلون فيها ويتسببون فيها ويتجشمون العنان الحضور إليها ومن يحبونها ويحبون أهلها ويتسببون فيها اللهم لا تدع منا ومنهم مذنبا إلا غفرت ذنبه ولا ذا عيب إلا سترت عيبه لا مهموم ولا مغموم إلا فرجت همه وغمه بحق المغموم من آل محمد إمام زماننا صلواتك عليه وعلى آبائه اللهم لا تدع منا مريضا ولا ضرا شافيته ما نعلم من أمراضنا وما لا نعلم بل نعلم من مرضانا ومن لا نعلم سيما المنظورين مع أمراض صلح الدعاء اللهم الشفاء والعافية العاجلة برحمتك يا أرحم الراحمين قضاء حوائج شيعة أمير المؤمنين اللهم اجعل أيديهم العليا للسفلى برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم كلنا بلسان واحد هذا الدعاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم اغنني بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك اللهم صل على محمد وآل محمد واعطنا كل ما استعطاك إياه محمد وآل محمد صلواتك عليهم في هذه الساعة وما قبلها وما بعدها ما نعلمه وما لا نعلمه وجدنا واعدنا واكفنا من كل ما استجارك واستعاذك واستكفاك محمد وآل محمد صلواتك عليهم في هذه الساعة وما قبلها وما بعدها ما نعلمه وما لا نعلمه اللهم مع فاطمة عليها السلام لا عليها وعلى من كان عليها اللهم مع فاطمة عليها السلام لا عليها وعلى من كان عليها لا معه اللهم مع فاطمة عليها السلام لا عليها وعلى من كان عليها لا معه نتوجه لزيارة المولى بعبد الله المسير والدعاء الفرج بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم في خير منا وعافية والعن عدوهم صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك ورحمة الله وبركاته
السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. بأبي أنتم وأمي طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم والله فوزا عظيما. كلنا بلسان واحد يا ليتني كنت معكم فوزا عظيما. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومهبط الوحي والتنزيل ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم في خير منا وعافية والعن عدوهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم في خير منا وعافية والعن عدوهم إلى أرواح أمواتهم وأمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات هم له حق علينا وعليكم سيما من قضى ومضى من أهل هذا الجمع وذويهم ومن ليس له وارث يذكره ولا ذاكر يذكره وإلى من مضى من خدام محمد وآل محمد صلوات الله عليه وحماة الشرع والشريعة وإلى من مضى من علمائنا الأعلام ومراجعنا العظام وحفظا لمن بقي منهم سيما سيدنا ومولانا الإمام بقية الله الأعظم صلوات الله عليه وعلى آبائه وحفظا لنا ولكم وتثبيتا لنا ولكم على الولاية والهدى وحفظا لشيعة أمير المؤمنين جميعا وتثبيتا لهم ونصرا وعزا لهم ورحمة للشهداء وشفاء للجرحى والمرضى وأمانا للخائفين يا أمان الخائفين يا قياس المستغيثين يا الله يا مغيث الملهوفين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إن لآل محمد صلواتك عليهم شيعا وهم خائفون وقد أحدق بهم الأعداء. اللهم ثبت أقدامهم وانصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم سدد رميتهم ولا تسدد عليهم رميتهم. اللهم إنهم أولياء لآل محمد وأنت أعلم بنا وبهم إلهي أعزنا وأعزهم بعزك وانصرنا وانصرهم بنصرك يا أرحم الراحمين. بنية ذلك كله ونصرا للمظلومين وهلاكا للظالمين وفكا لكل أسير سيما أسرى زوار أبي عبد الله الحسين صلوات الله عليه وآله وسائر أسرى شيعة أمير المؤمنين وسلاما وتحية واصلا منا إلى إمام زماننا لا يصرف أبدا. بنية ذلك كله نهدي ثواب هذا العمل اليسير مع المحترمتين الفاتحة والإخلاص مسبوقتين معطلتين مكللتين متوجتين بالصلاة على محمد وآل محمد ثلاثا بأعلى أعلى الأصوات مع البراءة من عدوهم. اللهم صل على محمد